الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي حصل امبارح العالم كله شافه. الكارثه اللي حصلت في مستشفى الحسينيه امبارح العالم كله شافه. بدايه من يوم الجمعه. يوم الجمعه المحبس اتقفل الساعه 4 الفجر، فاعل الساعه 4 الفجر، والكلام اللي انا بقوله ده انا عارف بقوله ازاي. وطلعنا بظروفها العنايه للحاجه اللي جناها بتموت ومن معاها. نزلت من العنايه جري، جبنا الموظف المسؤول او الشخص المسؤول عن المحبس، قومناه تقويم كده وشيل بمشاكل عشان يفتح لنا المحبس. لقينا المحبس الضغط وكل شيء بتكلم عنه متصور، كل شيء بتكلم عنه دلوقتي انا مصوره. المحبس كان الضغط 5% اللي هو المفروض يكون 10%. ضغط المحبس كان 5%. ضغط الاكسجين للمستشفى اللي فيها حضانات يا دكتور يا نجار يا دكتور، يا اللي بتقول عندي حضانات وعندي عنايه بطنه وعندي عنايه قلب وكله شغال. المحبس كان شغال ضغط 5%. الناس اللي فاهمه في الموضوع ده هتكون فاهمه انا بتكلم في ايه. فتحنا المحبسين، اشتغل المحبس 10% ورجعنا لقينا الحالات بقت كويسه. الحاجه كنا عندها العصر في الزياره من الساعه 3 للساعه 4 بندخل نعمل لهم حمام. طبعا الممرضات كتر خيرهم مش هيعملوا الكلام ده كله. الساعه دي الحاجه كانت الاكسجين 95 وكان بتقول طلعوني بره، طلعوني عايز اروح. انا كويسه، طلعوني عايز اروح. كل يوم من يوم الجمعه من ساعه ما بصينا كان ال 1800 متصوره، 1800 لتر في الخزان، 1800 لتر في الخزان بعد ما فتحناه. امبارح مع بدايه النهار الخزان فيه 400 لتر. يا معالي وكيل وزاره، الخزان كان فيه 400 لتر يا معالي وكيل الوزاره، اللي حضرتك متبلغ فيه 1700، متبلغ فيه 1700 وهو كان فيه 400 لتر فقط. من العصر العربيه طالعه من الصالحيه، العربيه بتقول طالعه من الصالحيه الجديده جايه، والناس قالوا لنا روح هاتوا اسطوانات، وطلعنا لفينا العالم عشان نوفر اسطوانات للناس للحالات. وفي الاخر جميع الموظفين بما فيهم مدير المستشفى يقول لك العنايه فيها الاكسجين وصلها، ملهاش علاقه بالباقي. عنايه الكورونا لا اكسجين وصلها. وهو موظف من جوه اثناء ما وصلت العربيه واصله الساعه 10 و7 دقائق بالليل. عربيه الاكسجين واصله الساعه 10 و7 دقائق بالليل. الاكسجين خلص على الناس الساعه 9:30. الساعه 9:30 ما كانش فيه ذره اكسجين داخله لمريض. ماتوا في دقيقه. يعني يا ريته مات على سريره، يا ريته مات. انت عذبته، انت خنقته. كرسي ايه اللي تطلع انت المعلم حافظ؟ كرسي ايه اللي انت خايف عليه؟ خاف من ربنا، خاف من الفوق. كرسي ايه اللي انت خايف عليه ده؟ انت تطلع تكذب. تاج الله يا اخي، تاج الله. انت قاعد على كرسيك ما قمتش من مكانك، ما رحتش الحسينيه شفت ايه اللي حصل فيها. انا دخلت العنايه وانا بصرخ، انا دخلت العنايه والناس بتشهد طالعه في الروح. 4 ميتين و2 كان لسه بيموتوا. الدكتور والممرضات اللي معاه مش كانوا رايحين يسعفوهم في حاله ذعر. ازاي انت بتتكلم؟ ازاي الدور اللي فوق العزل اللي فوق اللي الناس قاعده على سراير عاديه مش في العنايه ميت منه 2 نازلين مع الحاجه وهي ميته. خلاف اللي ماتوا. الراجل الاخير اللي كان بيسعفوه على اليمين جنب الحاجه توفى بعدها بساعه. الراجل ابو تيشيرت احمر في الفيديو يا دكتور محمد يا نجار، الراجل اللي متصور بتيشيرت احمر اللي انت رحت بدلته، الولد الشباب اللي قصاد الحاجه في السرير اللي انت رحت بدلته، الاسمر الله يرحمه عليه رحمه الله اللي اهله ما كانوش موجودين، الاسمراني لونه قمحي ولا ليه دقن ولا غيره ومتوفي وكان حالته اصعب من حاجتنا. نحتسبه عند الله شهيد، لكن حسبي الله ونعم الوكيل انك تغيره وتروح تجيب لي واحد ابيض تصوره في الفيديو وتصور العنايه وتنزل جثه ترميها تحت. الجثث ترميها تحت. مفيش واحد خد جثه متغسله في المغسله. الجثث كلها هي تهديهم في بطانيه وارمي، ولما قفلتوا المحبس يوم الجمعه في 2 ماتوا ومصورهم. واهاليهم شايلينهم بعانوا قدام باب العزل فوق ال 36 بني ادم اللي انتوا بتتكلم عليهم بيموتوا. ده غير اللي في السراير جوه، اللي بيدخل العنايه بيطلع كل يوم 7 8 ميتين. مفيش واحد منهم بيخش تلف كيس. الناس بتدفن بمعرفتها وبتغسل بمعرفتها. جبتوا الوباء للبلد. اكسجين ايه؟ العربيه تقول لك انا في الصالحيه من العصر تخليني راجع اسطوانه الاكسجين.
وتقول لي العربيه عدت الصعود اللي بينها وبين الحصريه كيلو. الساعه 9 ارجع اسطوانه الاكسجين تاني اللي جايبها من فوق مريض، يعني استاذنت مريض عشان حالتنا صعبه، استاذنت مريض اخدها اخلي الحاجه تتنفس شويه على ما تضخ اكسجين، تقوم تضخ اكسجين وواحد يطلع من جوه يقول لك اصل في 28 انبوبه شغاله حاليا. 28 انبوبه ايه؟ ما فيش ولا بني ادم فيهم بتنفس. 28 الله اعلم شغاله على ايه؟ يمكن شغاله على العنايه بتاع الاطفال، يمكن شغاله في الحضانه، يمكن شغاله في عنايه القلب. المبنى ده مكان محبس ومقفول، ما فيش حاجه واصلاه. مبنى العزل بالكامل فوق وتحت. انا طلعت مبنى العزل بثلاث ادوار. الناس كانت بتصرخ، الناس كانت تصرخ، الناس كانت بتطلع في الروح، الناس عينيها بيضت بتطلع في الروح. الموقف اللي حصل يوم السبت، اللي حصل يوم السبت اللي مش امبارح اللي زيه، ما انت ميت من عندك 6 برضه نفس الموضوع، برضه عطل اكسجين. هتتسأل على ده كله؟ خايف على كرسيك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كل حاجه متصوره، كل حاجه حصلت وكل كلمه انا قلتها من لساني انا مصورها. كل شيء متصور، مصور الخزان، مصور العداد. يا اخي ده انا كنت بننظف التلج بايدينا. احنا بننظف لك التلج بايدينا عشان المواسير تاخد وتدي اكسجين زي الناس. التلج اللي كان بيقف على اللوح ده انتوا بتقولوا نطفوه، احنا اللي بننطفه. مفيش حاجه طلبتوها ما جبناهاش. علاج من بره بالالوفات بنجيب، بالالوفات عشان الناس تعيش، بس عشان الناس تاخد نفس. الناس تاخد نفس، الناس كانت مرتاحه والناس اتحسنت. حاجه نزلت العنايه يوم الثلاث من فوق من العزل، لما فتحتوا العنايه الثلاث اول سرير نزلت الثلاث وكانت تمام الحمد لله، والاكسجين تمام. نفصل عنها الاكسجين تتعب، نقطع عنها الاكسجين خالص تموت. اتقوا الله، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا انتوا اللي نشرتوا الوباء. اتقوا الله، اتقوا الله. الكرسي مش هيدايملكم. المحافظ اللي طالع يكذب الخبر انت عرفت منين؟ المشكله كلها في الكذب. عرفت منين انت؟ عرفت منين انت؟ في الكذب. انت يا معالي المحافظ عرفت منين الخبر؟ مين وانت كلمته وانت قاعد في البيت؟ مين اللي انت كلمته في البيت وقال لك الكلام ده؟ الدكتور اللي باعت لي واحد امبارح صاحبي يقول لي احنا استاذن احمد انا ينفع اجي اعزي ولا لا؟ مدير المستشفى. ولما خلصتش ورق، لا انا خلصت ورق، خلصت الورقه دي الساعه 10:30 كنت مخلص الورقه دي. حاجه ميته الساعه 10 و11 دقيقه في توقيت الفيديو اللي انا مصوره، مش الساعه 4 زي ما بتقول يا معالي وكيل وزاره. الورقه دي انا مخلصها الساعه كام؟ الساعه 10:30 11 الا تلت. جواب اهو تصريح الدفن. انا وستة مخلصين تصريحات الدفن دي ورا بعض. التصريح ده اللي ما بتكتب، ما عادش منعته تكتب يا معالي الوزيره، منعت تكتبي سبب الوفاه. ليه؟ ليه؟ شيل ايدك. سبب الوفاه فين؟ اتمنع ليه؟ سبب الوفاه اتمنع ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد فرط في روح الانسان. حسبي الله ونعم الوكيل.